with كرومة episode 2. احنا كنا اتكلمنا في episode 1 عن المايند سيت جلو اب. النهارده هنتكلم عن الهير جلو اب على حسب ما الجلو اب التشالنج دي بتتكلم، احنا بنمشي وراها عشان نعمل الجلو اب تشالنج دي كامله. خلينا نتكلم دلوقتي عن الهير جلو اب وازاي تعملي هير جلو اب تحفه، وكل اللي يشوفك يقولك ازاي شعرك بقى كده وانتي مش هتقولي لهم السر. اكيد مش هنسى اقول هاي ماي جلويز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقول لكم حاجه لازم اي بنت تعرفها، ان مفيش منتج بيطلع لك شعر في ساعتها ولا في اسبوع. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش منتج تحطيه على شعرك النهارده يطلع لك شعر النهارده، ده مستحيل. واللي بيقولك كده غالبا بيبيع لك منتج. فانا عايزه اقولك حاجه، احنا اهم حاجه لو شعرك حتى لحد صباع رجلك الصغير ومش كثيف ومش معندوش تساقط، يعني عنده تساقط يعني، ومش الاطراف بتاعته مش كويسه، فلو شعرك طويل وعنده الثلاث حاجات دي فهو ملوش لازمه، لان شعرك لو طويل وخفيف بيبقى مبدئيا شكله وحش قوي، وثانيا بيبقى الاطراف بتاعته 1,000,000% مش كويس، وتالت حاجه بيبقى عنده تساقط. فاحنا هنا بنتكلم عن اهميه مش الطول تماما. انت لو شعرك طويل وعندك الثلاثه دول يبقى انت ملوش لازمه يبقى عندك شعر اصلا. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنهتم بالثلاث حاجات دي، ان احنا نكثف الشعر، نشيل التساقط لو عندنا تساقط، وعدم تقصف الشعر. تقصف، حاسه نفسي بقول حاجه مهمه. المهم عدم تقصف الشعر. فخلينا نبدا الاول بعدم التساقط، لان احنا لو شعرنا بيتساقط وعملنا كل ده برضو ملوش لازمه، لانه كله هيضيع على الفاضي. انا مش بقلل من مقاديفك، انا بس شرحت اوفر بس. شعرك تحفه، احنا بس عايزين نخليه من تحفه لتحفه قوي، من هنا لهنا، من تحفه لتحفه قوي. طيب ازاي نخليه من تحفه لتحفه قوي؟ اول حاجه هنبدا بعدم تساقط الشعر. ازاي اخلي شعري ما يتساقطش؟ بصي هكتبلك هنا الكاميرا. بصي يا ستي هكتبلك هنا وصفه زيوت تعمليها، حمام زيت مره في الاسبوع، مره في الاسبوع اهو هنا كده. يا رب بس ايه، خديها سكرين شوت بقى عشان مش هفضل كده كتير. اخدتيها تمام. بصي بقى يا ستي، بصي يا ست الكل، الوصفه اللي انا كتبتها لك دي عباره عن زيوت. اي حد جرب الزيوت عارف قد ايه الزيوت بتفرق، يمكن على المدى الطويل بس مش طويل قوي. هو في ايه بيتحرك ليه؟ المهم سيبك من الكاميرا عشان انا بجد زهقت منها. بتفرق على المدى الطويل. طيب هي بتفرق في ايه لو مش على المدى الطويل؟ هي بتفرق على المدى الطويل في الطول. طيب بتفرق في ايه؟ في عدم التساقط، لان هي بالاول ومش في المدى الطويل، هو على طول. الزيت ده بعد ما من اول خلطه الزيوت اللي كتبتها لك دي، بعد ما تستمري عليها شهر، او اي زيوت عامه تنفع لفروه راسك، بعد ما بتستمري عليها شهر بتوقف لك التساقط خالص. بس هنا في مشكله، احنا زي ما قلنا بنعمل الوصفه دي مره في الاسبوع. انا هنا بتكلم على انا ككرمه. انا دي يكاد يكون دهنيه، هي مش دهنيه قوي بس دي يكاد يكون دهنيه، فلما بسيبها كتير بتزيت، فهي اصلا بتطلع زيوت لوحدها. فهنا انا بتكلم على اني انا بحط الحاجات دي، بس لازم 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 ما تحطيش اي زيوت، تمام؟ ان شاء الله ما تعمليش اي حاجه الا لو فروتك نظيفه. نعمل ايه يا كرم عشان فروتنا تبقى نظيفه؟ انا نفسي اعرف يا جماعه، الناس اللي عندها قشره او شعرها بيزيد ده زيي، اصل اللي شعرهم فروه شعرهم جافه شعرها بتطلع لهم قشره، واللي فروه شعرهم دهنيه، اصلا هما الاتنين دول بس في الشعر. اللي فروه شعرهم دهنيه بيزيد بسرعه جدا، يكاد يكون في نفس اليوم اللي بتاخدي شاور فيه. طيب احنا هنا نعمل ايه؟ احنا هنا نخلي الشعر نفسه نعمل له روتين. ايه هو الروتين بقى؟ ان لازم مره واحده في الاسبوع اذا كان جافه او دهنيه تنضفي فروه راسك. انا مش هقولك بقى 700 بقى منتج وكوري ومش عارفه ايه، لا خالص، انا هقولك حاجات سهله جدا. بصي هتجيبي الصدر ممكن تجيبيه من اي عطار، بس عشان خاطري عطار تبقي واثقه فيه، لانه لو الصدر ده مغشوش انتي شعرك باظ. اهم حاجه الصدر، حتى انت هتاخدي بالك ان هو بيطلع رغوه قوي، بس من غير ما الرغوه دي تبقى بلالين على الفاضي. هو بتمسكيه بيبقى ناعم قوي، وما بيبقاش فيه حاجات صغيره كده زي حاجات مضافه عليه، لا هو بيبقى صدر بيور خالص من غير الحاجات الصغيره اللي بتبقى فيه او مضاف عليه اي حاجه. هتعملي اللي انا هقولك عليه ده مره في الاسبوعين، وهقولك ليه. انا حاطه ماسك على فكره، مش بشرتي مزيته، حاطه ماسك لروشيه بوزي. هو هنا ولا ايه مش عارفه والله، بس انا حاطه ماسك من لروشيه بوزي بحطه مرتين في الاسبوع. هتقولي بيقولك 3 مرات، هقولك انا ماليش دعوه، انا بشرتي محتاجه مرتين.
هنا انا قلت ده في المايند سيت جلو اب، ان انا ببني حياتي المثاليه على حياتي قوي. المهم نكمل في موضوع الشعر. المهم احنا وقفنا فين؟ جيبي الصدر ده لو اتاكدتي ان هو مش مغشوش وحطي عليه معلقه خل تفاح. هتعملي الحاجه دي مره في الاسبوعين. ليه بقى؟ هقولك انا ليه. الاول هتسيبي البتاعه دي 45 دقيقه، من 45 دقيقه لساعه. الكلب اللي مش راضي يسكت ده، لا هو كلب بجد، مش سامعين صوت هوهوته. المهم يعني هتحطيه على فروة راسك وتبدأي في أول 10 دقايق تعملي مساج كويس قوي. إذا كان بصابعك من هنا تمام جدا جدا، وإذا كان بدي يا جماعة بتبقى مخصصة زي ما انتوا شايفين كده اهي. شايفة دي بتبقى بتعمل مساج زي هنا ويمكن شوية أحلى. بس انت لو عايزة تعمليه بدول، مش بضوافرك، بدول بالحتت دي، مش عارفة اسمها صراحة لا بالإنجليش ولا بالعربي ولا بأي لغة. دي المناطق دي اعمليها، لكن دي هي نفس النتيجة دي، بس دي ودي لازم تعملوها بنفس الطريقة الصحيحة. طب ازاي؟ ايه هي الطريقة الصحيحة؟ شايفين دي؟ اعتبروا ان دي فروتي، بتحركوا الفروة نفسها، مش بتحركوا دي كده، لا، تحطوا على حتة وتحركوا الفروة بالراحة خالص. شايفين؟ انا راسي نفسها اللي بتتحرك تمام بصوابعي اهو. بتنشط الدورة الدموية بدل ما تدمري بصيلات شعرك عشان ما تعمليش حاجة غلط. لو هتجيبوا المساج تول جيبوا دي عشان خاطري، وحتى هي فيها اماكن مخصصة. ما تبس بقى يا كلب، كلب عمال يهوهو تحت. المهم يعني هي بتبقى فيها حاجات مخصصة، مش اهي باينة هنا كده، بتعملوا بيها المساج. وكمان هي بتبقى واسعة كده وما بتقطعش الشعر. الكلب ده هيعصبني، هنزل اقتله دلوقتي، انا بخاف من كده بجد. المهم يعني، وبتبقى كمان انك تمسكيها بتبقى الموضوع سهل، لكن اوعي تجيبي دي اظن الفرق باين ما بينهم جدا. مبدئيا هي كده انت مش بتعرفي تمسكيها، وحتى لو بتعرفي تمسكيها الفرق باين، والفرق باين في الفرشه نفسها. شايفين دي عامله ازاي ودي عامله ازاي، ودي ملهاش حاجه في الاخر كده تعملك مساج، ودي ليها، ودي بتقطع الشعر حرفيا. انت بتعمليه في شعرك كده، بتشديه في الشاور كده 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 وتنزليه كله في البلاعه. بلاش دي عشان خاطري، دي تترمي في الزباله، دي ما بتستخدمش الحاجه اصلا. يعني انا ككرمه بشوفها ان انا ممكن مثلا الفتحه دي احط فيها زيت، وبرده ما بتنزلش الزيت كله، بالعكس ده بتهدر لي الزيت. مش عارفه هي بتتفتح ولا ايه اصلا. ده بتتشال، صدقوا. استنى، ده يلاوي، شايفين الزيوت اللي جوه؟ مع اني بنضفها على طول. انا لسه مكتشفه ان هي بتتفتح معاكم دلوقتي. انتوا شايفين الصدمه اللي على وشي؟ انا عيني بدرقت ليه بجد يا جماعه؟ ايه ده؟ نغسلها تاني وتالت. انا كده ما استخدمهاش يعني. بس دي ما بتتفتحش عشان تعرفوا بس فرق ان الحاجه الرديئه والحاجه الكويسه. يا جماعه طلعت بتتفتح، بس بصوا بجد، بصوا. يعني يا جماعه بجد في فرق كبير قوي ما بين ان الحاجه دي كويسه والحاجه دي لا. فبعد اذنكم ما نستخدمش دي ونستخدم دي واحنا ساكتين. الموضوع ده هتعملوه بتاع المساج ده هتعملوه وانتوا بتعملوا حمام زيت لمده 5 دقايق، وانتوا بتعملوا الصدر والكراميل التفاح 5 دقايق برضو، بلاش 10 دقايق عشان ما يبقاش اجهاد على شعركم. طيب انتي ليه قلتي موضوع خل التفاح والصدر ده مرتين في الاسبوعين؟ كده كتير كمان يعني. انا كده كتير، بس انا قصدي عشان انتي لو فعلا في بيلد ابس كتير فخلينا نبدا كده، بعدها نخليها مره في ال3 اسابيع، بعدها مره في الشهر، لحد ما يبقى نثبته على مره في الشهر. الكلب ده انا هنزل اقتله. بس المهم يا جماعه المايك فاصل ومكسله اشحن المايك الكبير والمايك الصغير. طب اعمل ايه؟ طيب اسمعوا بقى، اسمعوا بجد بقى. ومره في الاسبوع تستخدموا شامبو القشره بتاعكم. نيزا بيكس هحط لكم صورته هنا اهو. نيزا بيكس عادي جدا جدا جدا. ونيزورال برضو هحط لكم صورته بعدها هنا تمام كده. وممكن برضو بتاع ديركوس، تمام قوي. ديركوس ده احلى واحد فيهم لو تسالوني، ديركوس احلى واحد. ونيزا بيكس على فكره حلوه قوي للحبوب اللي بتبقى هنا، حلوه قوي. احنا خرجنا بره الموضوع بس هو بجد حلو قوي. فديركوس احلى واحد فيهم بس هو غالي، فانا بقول لكم استخدموا بتاع نيزا بيكس عادي. هتاخدوا الشامبو ده وتحطوه على كده التول اللي هتعملوا بيها المساج. انا بشوف الايد في الحته دي احسن، وبتعملوا كده على ايديكم كويس قوي مع نقطه ميه تقريبا، تبداوا تعملوا كده وتحطوها وتعملوا برضو مساج بالايد او بالتول دي. وانا شايفه في موضوع الشامبو لا، الايد تكسب صراحه. وبتبداوا تعملوا مساج لفروتكم كلها ده قبل الشاور ب10 دقايق، بعدها تدخلوا الشاور. احنا كده قضينا على القشرة والبيلدبس اللي بتسبب اصلا، او ان هي السبب في ان الشعر يتساقط، وهي السبب ان شعرك ما يستجابش للزيوت والحاجات دي.
المهم بعدها ال10 دقايق دول هتدخلي تغسلي شعرك، ومرة في الأسبوعين هتعملي حاجة اختيارية جدًا جدًا، مش باضغط عليكِ تعمليها نهائيًا، هي اختيارية أوي، 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 أوي. الجلايكوليك أسيد هو غالي جدًا، أنا باقول لِك اختياري، اختياري. زي ما قُلت يا جماعة الموضوع اختياري، أنتم بتجيبوا أي جلايكوليك أسيد، أي جلايكوليك أسيد في الدنيا، مش لازم بتاع ordinary اللي بتمن كليتي، هاحط لكم صورة ordinary هنا لو عايزين تجيبوه، بس لو عايزين تجيبوا حاجة مصرية وسعرها أقل شوية فبتاع ديرماقل هاحط لكم صورته بعد الجلايكوليك أسيد على طول بتاع ordinary. بتاع ديرماقل حلو برضه، هتاخدوه على برضه الحتت اللي هي دي اللي أنا بجد يعني حد عارف اسم المناطق دي يقولي، هتاخدوها على دول تمام. ولو جايبين بتاع ordinary فهو اصلا فيه بوز كده من قدام برضه هتشوفوه في الصورة اللي هحطها لكم هنا، هعمل لكم عليها دايرة كده او هشاور لكم عليها بسهم مثلا، في الحتة اللي فوق دي بتمشيها كده فهي بتنزل لوحدها الجلايكوليك اسيد، بس انا بشوف ان هي بتنزل كتير جدا، فحتى لو جبتي بتاع ordinary حطي على الحتت دي كده واعملي كده وابدأي حطي الجلايكوليك اسيد في فروة راسك واغسلي، ادخلي اغسليها بشامبو عادي ما يكونش فيه سلفيت او شامبو بتاع قشرة، ده مرة في الأسبوعين. وبرضه بتفضلي بس عشان لو فعلا شعرك مليان بيلدبس، أنا هنا بكلمك ولو شعرك مليان بيلدبس بعدها كده الحاجات دي بتبقى مرة في الشهر ما عدا بس موضوع شامبو القشرة تمام كده. بالنسبة لحمام الزيت فهو عمره ما كان مرة في الشهر، هو زي ما قلتلك هو مرة في الأسبوع تمام كده. وميكس الزيوت لو انتي فروتك جافة و لو فروتك جافة ومعرضة للقشرة قوي فهحطلك هنا الزيوت اللي تناسبك، وياريت يعني لو تتابعي مع دكتور جلدية، انا هنا بكلمك عشان لو متقدريش تتابعي مع دكتور جلدية الزيوت اهو، خدولها سكرين شوت عشان مش قادرة اقعد كده كتير تمام كده. لو فروتك دهنية هحطلك هنا الروتين اللي يناسبك للزيوت، خدولها برضه سكرين شوت عشان مش هقعد كده كتير تمام كده تمام. شايفين الحركة اللي انا عملتها دي؟ اوعي تلمسي ايدك اوعي تخلي ايدك تلمس وشك الحركة دي بجد هتبهدل بشرتك. المهم يعني بس انا كده خلصت كلامي عن الزيوت والحاجات دي. طيب هنا بقى في حاجة، ازاي تعرفي ان فروتك جافة وازاي تعرفي ان فروتك دهنية. لو فروتك جافة لما ما بتستحميش بيطلع لك قشرة غير مبررة، او انتي مثلا بتعملي كده بتطلع قشرة. لكن الدهنية فهو اول ما بتقعدي يوم ما بتستحميش فبتطلع زيت وزيوت عامة، فهي هنا كده بشرتك او فروتك دهنية تمام كده. احنا هنا اتكلمنا على الفروة وازاي تنضفيها وازاي تخليها بصيلة تقيلة وفعلا بالزيوت تطولي وتقلي وتسبي عدم تساقط. هل الزيوت بتعمل ده كله؟ لا، الزيوت فعلا بتكثف والزيوت فعلا بتطول، بس على المدى الطويل احنا عايزين حاجة بقى تمنع التساقط تماما بقى، لان الزيوت غلط برضو والزيوت فاهمة غلط شوية، فاحنا عايزين حاجة تمنع التساقط. طب نعمل ايه يا كارما؟ هضرب ايدي ما تلمسيش بشرتي. بصوا يا جماعة هتقولكوا تعملوا ايه، هتجيبوا اللوشنز بتاعة فروة الراس، هي حرفيا اللي بتقضي على التساقط. طب كارما قولنا على لوشنز لفروة الراس، هقولكوا بتاعة تويست اند جو اللي هو بيكثف تحفة ولعدم التساقط يعني، وبتاع استنى بس بفتكر لكم مين دول. اكيد انا بعشقهم ومش ببدلهم، لو تختاروا منهم ما بين تويست اند جو فاكيد دول انا بصور فرح ولا ايه، دول من هير ديلي اللي هو جولونج، ده للتكثيف وده للتطويل. انا شايفه ان بتاع التكثيف ده بيكثف وفي سيكه تطويل، فلو هتختاري ما بينهم هتختاري بتاع التكثيف ده، لكن صراحه لو جبتي ده معاه هتشوفي فرق في شهر تقريبا بالظبط، بجد فرق كبير في عدم التساقط. هو يعني التكثيف وكده هو دايما اعرفي ان لازم اهم حاجه عدم التساقط، فالتكثيف والتطويل هو فيه، بس عدم التساقط صراحه بيمنعه. في بتاع ACM تقريبا بس انا مجربتوش، بس هما بيقولوا على ريفيوز حلوه فانا مرشحوش الا لما تسالي دكتور جلديه فعلا واثقه فيها، فلو تساليني انا هقولك دول اكيد بتوع تويست اند جو كويسين. دلوقتي هنيجي بقى لترتيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن التكثيف واتكلمنا عن التطويل واتكلمنا قلنا التطويل بالزيوت وهنساعد باللوشنز للتكثيف والتطويل. طيب دلوقتي يا جماعة يا كارما في عايزة حاجة زيادة مع دول او حاجة بس تكون
يعني من غير مونوكسيديل وكده وتبقى كويسه. جماعه في اللي هو السيرم بتاع كلاري اللي هو بالكافيين، انا هحط لكم صورته هنا، لو ما لقيتش صورته مش هحطها لكم عشان مش هلاقيها، بس يعني هكتب لكم اسمه كامل. هو تحفه يا جماعه، يا رب تاخدوا سكرين شوت لو كان لقيت صورته يعني. هو تحفه تحفه تحفه، وصراحه صراحه بيفرق قوي في تطويل وتكثيف، بس هو شويه غالي فعشان كده ما اتكلمتش عليه. هو التكثيف وتطويل وتتقيل الشعر تحفه، بس بيفرق اكتر في عدم التساقط. تمام كده، مع دول فانت كده خلاص خدتي روتين عدم التساقط التحفه، واخدتي روتين انك تساعدي ان شعرك ما يقعش، فبالتالي مع الزيوت دي هيحاول ويجاهد نفسه ان هو يطول، وهيحاول ويجاهد نفسه ان هو يرجع يتكثف او يبقى كثيف تاني. وطبعا كثيف هنا انا قصدي بيها يتقل، فمش لازم اقول لكم يبقى كثيف وطويل وكده، انتوا فاهمين. طيب هنا احنا اهتمينا بالشعر نفسه بالفروة في التكثيف والتطويل وعدم التساقط، واتأكدنا من التطويل وعدم التساقط، لان التطويل الزيوت صراحة بتعمل اللي عليها وكمان شوية، وبتساعد في التكثيف. طب هل التكثيف ليه حاجة تانية؟ هقولك حاجة المفروض يعني تاخد حقها، هي واخدة حقها وعاملة هايب وفايرل كبير جدا على تيك توك وغيره، بس المفروض تاخد حقها اكتر من كده برضه. مشاط، المشاط انا بجيب من صيدلة المدينة، وفي من نانتوكسي روكسي عادي، جيبي المكان اللي انت عايزاه، بس بلاش من العطارين تجيبي الحاجات دي. بس لو مضطرة تجيبي من العطار فاتأكدي عشان خاطري ان هو عطار كبير وواثقة فيه، عشان خاطري ان بجد لو الحاجات دي مش واثقة فيها اذا كان الزيوت اللي انت هتستخدميها او مش الزيوت اللي هتستخدميها، حتى المشاط والسد، صدقيني بجد شعرك هيتبهدل هيتبهدل. انا بجيب المشاط ده ماشي، هو ده مش لونه، هو لازم يبقى لونه احمر، انا مش جايباه بني، انا جايباه احمر، بس هو عشان حاطه فلتر، بس هو احمر، هو هنا احمر. ده المشاط الاحمر، دي بتجيب المشاط البني، بس انا جربت الاتنين عجبني اكتر الاحمر. ده للتكثيف يا جماعه رائع، والبصيلة الشعر نفسها بيحافظ عليها وبيمنعها من التقصف. يعني انا شفت نتيجه معاه في الفروه، بس صراحه نتيجته انا بحطه مره في الشهر يا جماعه. مع بص هقولكوا طريقته، حطوا معلقه او معلقتين على حسب طول شعركم، او معلقه ونص برضه على حسب طول شعركم. حطوا معاهم رايب، معلقه رايب او معلقه زبادي، الرايب احلى، بس لو ما متوفر عندكم زبادي تمام يعني. واي زيت انتوا بتحبوه، حتى لو كان زيت زيتون، زيت زيتون تحفه في الحاجات دي. و انا بحب اضيف يعني نقطه من زيت جوز الهند، وببدا ان انا احطه على شعري نفسه، على شعري نفسه، شعري تمام، من اول شعري من هنا كده، بس انا طبعا مش بلمس الفروه خالص، انا باخد بس الشعريه من فوق تمام كده، والشعريه كامله، وبسيبه من نص ساعه ل 45 دقيقه، اكتر من كده بينشف الشعر. ما تسمعوش كلام اللي بيقول لكم ساعه وساعتين، 45 دقيقه ده كتير، بس انا بقول لكم يعني ان هو حتى لو يعني انتوا بادئين وشعركم متدمر ممكن تبداوا كده. هو تحفه 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 تحفه. بس يا جماعه للفروه انتوا بتعملوه بطريقه تانية، ان انتوا بتجيبوا المشاط عادي وتحطوا عليه زيت للتطويل او التتقيل او التكثيف، يعني معنى اصح. هحط لكم اسماء الزيوت دي للبشره، دي للفروه الجافه اهو، دي اسماء الزيوت للفروه الجافه تمام كده، اسماء الزيوت للفروه الدهنيه هنا اهي تمام. خدوا سكرين شوت عشان بجد مش قادره اعمل بايدي كده. وحطوا دول، اعملوا حته صغيره لفروتكم وحته صغيره لشعركم كده، المشط تحفه في الحته دي، وهيساعدك قوي 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 في مشوارك. يا ريت يا جماعه تهتمي باكلك وتاخدي فيتامين سي، وتهتمي انت بتاكلي ايه وما بتاكليش ايه، لان الموضوع ده هيفرق في بشرتك وشعرك وجسمك. دي الفيتامين سي دخليه في روتينك كفوار او كحبوب، ولو كمان تقدري تدخليه كسيرم لبشرتك فتحفه قوي قوي قوي. كل الحاجات فعلا اللي تفيد شعرك، وحاولي ما تاكليش جزر كتير زي الارانب، لان هو الجزر حلو بس لما بتاكليه كل يوم هو فيه ماده، انا مش فاكره اسمها عشان ما الفش، بس انا عارفه ان هي ماده بتأثر على حاجه في الجسم، انا مش عايزه الف، بس انا ممكن لو لقيت الفيديو هحطهولك كده، لو ما لقيتوش مش هتلاقيه هنا تمام كده. ان هو بتخلي الجسم لونه برتقاني او اصفر او باهت، فما تكتريش في اكل الجزر، لان هو مش الواو، مش اللي هيعمل كل حاجه. احنا ده كله اتكلمنا عن الشعر والفروه والتكثيف وكده، ما اتكلمناش عن البصيله من تحت والتقصيف والحاجات المهمه قوي قوي دي. لازم 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 ولابد انك يبقى عندك حمام كريم ينفعك انتي وينفع نوع شعرك انتي، مش ينفع اختك وانتي واخداه منها كده، لان بجد انتي لو
حمام كريم مش نافع فانتي جايباه ليه او انتي بتستخدميه ليه؟ انتي كده بتبوظي شعرك. انا بستخدم بتاع جيدو اللي هو اللي لونه احمر تقريبا من الجنزبيل والشطه حاجه كده يعني، وبحط عليه زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، وببدأ احطهم على اطراف شعري، وببدأ اعمل لهم حمام بخار بجهاز الستيم، او حتى يا جماعه لو ما عندكوش جهاز الستيم جيبوا كوبايه سخنه قوي 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 وابدأوا حطوا شعركم عليها يعني مش جواها، مشوا كده كأن بس تطلع البخار. خدوا بالكم لا تتلسعوا يعني، خلوها في طبق عشان انا ما عنديش معلومات تانية عن ترطيب الشعر من تحت، لا عندي كتير جدا، واسمعي بقى واقعديلي واشربي قهوتك. الفيديو طول جدا 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 انا عارفه ده، بس بجد الفيديو ده هيفيدك جدا في حاجات كتير قوي. انا عارفه ان هو ممكن يوصل يعني لوقت انا مش عايزاه يوصله، بس انا بجد عايزاكي تعرفي كل حاجه وتستفادي من كل حاجه بدل ما تاخدي من ريلز وفيديوز انتي حرفيا هتأذي شعرك. فركزي معايا عشان الفيديو ده لاملك كل حاجه لنوع فروتك ولنوع شعرك. خلينا نتكلم اكتر بقى عن ترطيب الشعر واللي احنا ما بنلاقيهوش كتير. الروتين الاساسي لازم يبقى فيه شامبو بلسم وحمام كريم وسيرم، دي الحاجات الاساسيه اللي مش هينفع تستغني عنها. هل في حاجات تانية؟ طبعا الكريم احتياطي، لان شعرك ساعات فعلا بيحتاج ترطيب للكريم، زي مثلا بنسينول. هيبتا بنسينول حلو، بس انا ككربة بستخدمه كحمام كريم، هو حلو قوي، بستخدمه مع حاجه مع حمام كريم تاني. فلو جبتي هيبتا بنسينول مع حمام كريم انتي بتحبيه، هو بنسينول كده كده فبيبقى تحفه قوي، ولما بتزوديه بيبقى رائع 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 على الحمام كريم اللي قبل كده، بيعمل ترميم جدا جدا. لو فعلا مش عارفه تجيبي نوع ترميم كويس، هحطلك كمان في هنا صوره مرمم عندي انا مش فاكره اسمه تماما، بس هحطلك صورته هنا، هو تحفه للشعر لو هتعرفي تجيبيه. تمام كده تمام. تستفيدي من حمام الكريم وهو حمام البخار اللي قلتلك عليه. طيب احنا دلوقتي قلنا حمام البخار، هل حمام الكريم انا بحط حمام كريم وخلاص؟ لا، انتي بتحطي عليه الزيوت اللي تنفع شعرك، وانا مش هقدر اتكلم في شعرك من تحت، انتي شوفي شعرك بيمتص في قد ايه، ودي حاجات كتير جدا، بس دي الزيوت اللي تنفع معايا لاطراف شعري. تمام كده، دي زيوت بتنفع معايا جدا جدا لاطراف شعري، خدي سكرين شوت. تمام كده. ممكن اللي ينفعلي ما ينفعلكيش، فعشان كده بقولك لازم تعرفي الاول نوع شعرك واطراف شعرك، واكتبيلي في الكومنتس وانا هقولك بالظبط ايه الزيوت اللي ينفع تستخدميها وايه اللي لا، او ايه روتين شعرك كامل. ولو عايزه تحطيلي صوره روتين شعرك ممكن مثلا تبعتها لي على تيك توك، هكتبلك برضو هحطلك هنا اسم تيك توك. لو عايزه تبعتها لي على تيك توك او على في الكومنتس بتاع تيك توك يعني، او تبعتيلي روتين شعرك او بشرتك، فابعتيها لي وانا هقيمها لك وهقولك هي كويسه ليكي ولا لا. بس اهم حاجه تبعتيلي شعرك مختلط، بشرتك مختلطه، اي يعني حاجات اعرف منها ان نوع بشرتك كذا كذا كذا، نوع فروتك كذا كذا كذا. مهم الزيوت دي على حمام الكريم بتعمل فعلا حاجات تحفه، يعني بتخلي الشعر مترطب قوي. هل هنا احنا سكتنا؟ لا يا جماعه، في حمام الزيت الزيوت اللي بتحطيها على فروتك غير طبعا اللي بتحطيها على شعرك، ومش هينفع تحطي حمام كريم لان انتي هتغسلي يوم حمام الزيت بشامبو فيه سلفيت، فالموضوع مش هيبقى لطيف. فبتعملي ايه؟ بتجيبي شعرك من تحت وتحطي عليه هيبتا بنسيلول، ده اللي انا ما بعتبروش حمام كريم بس بستخدمه في المواقف دي. طب افرض انا مش عندي هيبتا بنسيلول، هتحطي الزيوت اللي هكتبها لك هنا ماشي على اطراف شعرك كامله. تمام كده. في كمان ماسك اسمه ماسك بذور الكتان، هكتبهولك هنا، تحفه تحفه تحفه، هسيبهولك هنا، رائع رائع رائع. لو تحطيه في المواقف اللي زي دي يبقى تحفه. هل احنا وقفنا هنا؟ لا 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 لا, لا. هحطلك هنا ماسك بذور ماسك الرز ماسك الرز للشعر تحفه، وللبشره كمان، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الشعر لان طريقه الشعر غير طريقه البشره، وطريقه الشعر كاطراف غير طريقه التونر بتاع الفروه. هحطلك هنا. تمام كده. انا قلتلك على الحاجات الطبيعيه واللي مش طبيعيه اللي تجيبيها من بره عشان تنفع فروتك وشعرك. وطبعا هنتكلم عن الموضوع ده كبير جدا، لان موضوع الشعر ده فيه حاجات كتير جدا جدا جدا، لسه عندي حاجات كتير قوي عايزه اقولها قوي 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 بالنسبه للاطراف. بس لو عايزه تساليني انت على حاجه قوليلي في الكومنتس، واكيد هيبقى فيه بارت 2 من ابيسود 2. باي. ومتنسوش تكتبولي الروتين بتاعكم. باي ماي جلويز، هتوحشوني قوي، واستنوا ابيسود 3 او لو هيبقى فيه بارت 2 من ابيسود 2. استنوا ابيسود 3 اللي هنتكلم فيها عن مش فاكره صراحه،
بس هنتكلم فيها عن استنى هجيبلكم. ماشي، عرفت ان احنا هنتكلم فيها عن البشرة. هحطلكوا الصورة اللي هي بتاعة الجلو اب تشالنج اللي احنا اصلا ماشيين عليه هنا. تمام كده، احنا ماشيين على الجلو اب تشالنج ده، والمرة الجاية هنتكلم عن البشرة. وقوليلي لو عندك اي سؤال جميلة. وانا صراحة بحسدكم ان انتوا هتعرفوا الحاجات دي والمعلومات دي من غير تجارب كتير ومن غير تجارب في شعركم وشعركم يقع وكده. فبجد على ضمانتي واحدة مجربة، واكيد في ستيبس كتير تانية تعملوها، بس هكلمكم فيها في بارت 2 من ابسود 2. هي هتنزل ان شاء الله، بس يعني عايزه انزل لكم ابسود 3 الاول لان هي مهمه قوي البشره، لان في ناس كتير بتعاني من الحبوب الحمراء الصغيره دي او اثارها، او حتى بذور البذور السوداء او البذور البيضاء او الرؤوس البيضاء يعني. وبجد الموضوع بيبقى صعب قوي، البذور دي بتبقى صعبه قوي، فصعب قوي انك تستحمليها، او حتى اي مشاكل في البشرة زي الحبوب اللي بتبقى هنا، الحبوب اللي بتبقى هنا، الحبوب اللي في خدك، اثار الحبوب. فالموضوع ده بيبقى صعب قوي، فاكيد هكلمكم فيه في الابيسود الجاية بتاعة البشرة. بس كده عشان مطولش عليك حبايب قلبي، باي ماي جويز.